الرحاب مليانه مطاعم كتير، سوق قديم وجديد وفود كورت، فهقول لكم الخلاصه عشان ما تتسوحوش، فسيف لي الفيديو ده ضروري عشان هلفها حته حته هقول لكم الخلاصه. يلا بينا نبتدي باول حاجه بقى السوق القديم. كرييشن كان بيعمل حلويات اسعاره حلوه. يلا بينا على الباقي. المكان ده بحبه قوي، شارع الحمراء، بيعمل شاورما لبناني حلوه على كيفك، بالذات الشاورما الفراخ. ده بقى مش انا اللي هتكلم عليه، زين الشام بيعمل اكل سوري، شاورما فراخ بقى، فراخ شوايه، اوبشنز كتيره جامده الصراحه ما شاء الله. صبح بالليل هتلاقي زحمه. سيد حنفي بالنسبه لي من اجمد الناس اللي بتعمل كشري في الرحاب. حابب يعمل خبز كتير بس انا بالنسبه لي مخبز الصفا من افضلهم. ده بقى مطعمي المفضل للفطار السوري، باب الحاره. فلافل السوري بتتعمل قدامك بتطلع سخنه، ولا البطاطس بقى تاكل احلى ساندوتش بطاطس سوري زي ما الكتاب بيقول. لعشاق البوبه بقى والكلام ده، الناس بتقول على المكان ده جامد بس انا للاسف ماليش فيه، ما جربتوش، فقولوا لي في الكومنتس هو جامد فعلا ولا ايه. المكان ده بقى عمره ما خذلني، الدهان اكتر مكان بطلب منه دليفري وعمره ما اثر معايا. عايز اقول لكم ان احنا كل ده لسه في السوق القديم، هيفضل ساليسو كريب بالنسبه لي من اجمد الناس اللي بتعمل حلويات في مصر. المدينه المنوره وافل بقى كريب، حتى الجبن خطير. دي بقى بالنسبه لي احلى مقله في الرحاب، مقلة زين. ده بقى دي نابولي، من اوائل الناس اللي بتبيع سلايس بيتزا في مصر، ما جربتوش بقالي سنين، فقولوا لي في الكومنتس هو جامد ولا ايه الكلام. اقدم واجمد واحد بيعمل عصير في الرحاب، توب فروت. المكان ده بقى كنت صورته قبل كده، الفيديو بتاع الحادثه بتاعتي، ها، كبده على مخ، كبده بقى ومخ وجمبري على كيفك. نزله الكوابري المكان الوحيد اللي بيعمل كبده جملي في الرحاب، ما جربتوش الصراحه، اللي جربه بقى يقول لي في الكومنتس هو جامد ولا عادي واي كلام. سيت سكوير تقريبا كل المحلات اللي فيه قفلت. نخش بقى على زيارد، الوحيد اللي بيعمل نشف الفرايد تشيكن في الرحاب، كاك سكواد. ده بقى ميوم بيعمل فرايد تشيكن كده وحاجات ايجن فود خطير. نوت بيكري بيعمل دوناتس حلو قوي. مول 2 كله محلات لبس، ما فيهوش مطاعم خالص، وفي كيدز اريا كده للاطفال في النص، في شويه كشاك كده بره، اهمهم بقى بطاطس اند زلابيا، سناكس بقى بطاطس زلابيا. جيت واي عايز اقول لكم هكتشف معاكم في ايه وايه اللي جامد اصلا، يعني جيتوا في حياتي مرتين او ثلاثه، كان محلات كتير قافله، تعالوا نكتشف بقى. في اسبريسو لاب اهو، والناحيه الثانيه سينابون بس مقاطع طبعا. عايز اقول لكم المكان تحفه، محلات الاكل فيه قليله قوي. ايه ده؟ ستيريو في الرحاب، مفاجأة بالنسبة لي والله، من المطاعم المفضلة بالنسبة لي. الرحاب كبيرة قوي. نخش على اللي بعده، الفود كورت. في مطاعم كتير قوي، مقاطعة بقى مش مقاطعة، بس رغم كل دول ما فيهمش غير ده، هو اسمه غريب الصراحة، بس بيعمل برجر بكواليتي واسعار حلوة قوي الصراحة. بيتزا توماس من اقدم المحلات في مول واحد، بل في الرحاب كلها اصلا. خلصنا رحاب واحد، نخش بقى على رحاب اتنين، مول افنيو. تعال نشوف بقى في ايه. ده سيرجي، مطعم سوري بس بيعمل الاكل الحرش السوري، لسان، مخ، سجق، كبده، ودي. ده ايست كورت، الفود كورت بتاع السوق الشرقي في رحاب اتنين. ايه ده؟ هو لسه فاتح؟ زاكس الفرايد تشيكن، حد فاكره؟ معظم اللي في الفود كورت ده كافيهات، مفيش مطاعم يعني، فاهم؟ في ووكا ووكا اهو ايجن فود، وفي برجر كينج مقاطعه وبعوف. ابن الشام صرح كبير زي ما انتم شايفين، ده غير القعده الاوت دور كتير قوي. السوق الشرقي يلا بينا. شاورما ستريت بس كان زمان حلو قوي، مش عارف دلوقتي عامل ايه الصراحه. كشري التحرير من انظف الناس اللي بتعمل كشري الصراحه. المخبز اللبناني، الراعي الرسمي للمناقيش في مصر. 7 ساعات تصوير، اول مره اعرف ان الرحاب كبير قوي كده، مليانه مطاعم كتير قوي الصراحه. اكيد في حاجات كتير قوي فاتتني وحاجات كتير ما جربتهاش، فقولوا لي في الكومنتس ايه المطاعم اللي انا ما جربتهاش في ان هي جامده، فعشان ان شاء الله نصورها في بارت 2. وعندي مشكله طبعا، المطاعم المقاطعه برده كانت زحمه للاسف، انا مش عارف في ايه الصراحه. شير وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك، وافضل اقولها كل فيديو، نشير اي حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.